ابني عنده سنة ونص وبيعيط كتير وعصبي جدا، اعمل ايه؟ وديه الحضانه. بنتي عندها سنتين وبتسهر بالليل كتير ونومها مش منظم. وديها الحضانه. ابني مش بياكل كويس ومغلبني، اتصرف ازاي؟ وديه الحضانه. بنتي مزهقاني زن وعياط في البيت وبتضرب اخوها البيبي اللي لسه مولود. وديها الحضانه يا فندم، هتظبط كتير. ابني عنده 3 سنين وبينزل يلعب في الشارع وانا مش عاوزه ينزل الشارع، اعمل ايه؟ لو وديته الحضانه هيكون افيد كتير بالنسبه له يا فندم. بنتي عندها 3 سنين وقاعده ليل نهار قدام الموبايل ومش عارف اسيطر عليها، اعمل ايه؟ وديها الحضانه يا فندم. انا مش قادره ومحتاجه افصل بجد، انا عندي توأم طول النهار شقاوه وعيال زعيق وتوتر، بجد تعبت. لو وديتيهم الحضانه هترتاحي كتير يا فندم. شفتي بقى الحضانه حل لكام مشكله؟ ده اكيد انها حل جميل. ليه؟ لانها اول حاجه بترسم مجتمع صغير وروتين خاصين بطفلك، وده بيساعدك تعملي حاجات كتير مفيده لطفلك وليك انت كمان. على فكره عارفه انك هتقولي لي كل ما اوديه بيقعد يعيط ومش راضي خالص يوافق على الحضانه. تابعيني في الفيديوهات اللي جايه علشان اقولك ازاي تخلي طفلك يوافق على الحضانه. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس هل فعلا بتواجهكم مشاكل زي اللي سمعتوها معايا، ولما وديتوا ولادكم الحضانه هل فعلا حسيتوا انها فرقت معاكم؟